يا سلام بقى على الشتا والطواجن بتاعته، يا سلام بقى لما تكون الطواجن كده كلها خضار وكمان فيها لحمه، يا سلام. بس اللحمه بقى غاليه. بس طبعا احنا مش هنوقف نفسنا ومش مش هنعملها برضو باللحمه، لا هنعملها باحلى واطعم انواع اللحوم. تمام. اللي قدامكم دي ده فخدة ديك رومي، الفخدة بتاعت الديك الرومي متقطعة، فاخده منها بقى طبعا ده كان حوالي كيلو وربع منها. هعمل بيه بقى الطاجن الخضار معاكم بطريقة سهلة قوي قوي وطريقة حلوة جدا جدا، وهتاكلي اللحمة بتاعته كأنك بتاكلي أطعم وأغلى أنواع اللحوم. تمام. الأول كده هجيب حلة واحط فيها معلقة سمنة صغيرة، وهشوح فيها اللحمة بتاعتي بتاعت الديك الرومي، وهنزل عليها ببصلاية وطماطماية وجزرية صغيرة، ورق لوري، وفلفل اسود، وحبهان ومستكه لو عندك، لو حابه تحطيهم حطيهم، عايزه تستغنى عنهم مفيش مشكله خالص. وبصلايه، وهبدا بقى اقلب كويس الحاجات دي كويس جدا، وهغطيهم شويه كده ينزلوا الميه بتاعتهم. وبعد كده بقى اكون طبعا عندي ميه تكون بتغلي كويس مغليه كويس جدا، هنزل بقى بالميه وهي بتغلي كده عليها، واظبط الملح بتاعي. طبعا انا هحط الملح بتاعي في الاول، انا مش مستعجله خالص على التسويه بتاعتها، لان انا لسه هسويها كمان بطريقه تانية هتعجبكم قوي برضو. كده بقى عملت معايا شوربه حلوه قوي قوي. شايفه الجمال، شايفه لون الشوربه، شايفه حلاوتها. بس هجيب بقى حله تانية وهنزل فيها بمعلقه سمنه، وهنزل كمان في السمنه ديت ببصلايه مفرومه معاها فص توم، بصلايه متوسطه مفرومه ومعاها فص توم. انا مش عايزه البصله تاخد اي لون خالص، انا يا دوب بس عايزاها تدبل كده بس. هنزل عليها بقى بالفلفل الاسود والبهارات بتاعتي، بهارات اللحمه، وذره صغيره قرفه، لو حابه تحطيها حطيها، مش بتحبي طعمها ما تحطهاش. بس وهبدا بقى اقلب كده، انا عايزه البصل بس يدبل معايا. وبعد كده بقى هنزل بعصير الطماطم. اول ما تدبل معايا واحس ان هي دبلت معايا كده، هنزل بقى بعصير الطماطم على طول. عصير الطماطم انا مش عايزاه يتسبك خالص، انا عايزاه بس يغلي كده زي ما انت شايف. تمام. بعد لما غلى بقى هنزل بالبزلة والجزر. نزلت بالبزلة والجزر، وبعد كده بقى خلاص اول برضو ما يبدأ يغلوا معايا كده. طبعا معايا بطاطس مقطعاها مكعبات، مش هنزل بيها دلوقتي خالص عشان ما تتهريش. هسيب البطاطس شوية كده، وبعد كده بقى ايه انزل بيها كده. وهنزل كمان برضو المفروض كمان انا كنت هنزل بالفاصوليا خضراء، بس انا نسيت بقى ايه، مش نسيت، كنت لسه صراحة يعني بقطعها، فقطعتها ونزلت بيها هي كمان. هجيب بقى طاجن معايا كده، وهنزل بكل الخضار ده كده في الطاجن، واللحمة بتاعتي بقى اللي انا كنت مسوياها هحطها كده على وش الايه، على وش الطاجن. بس لو عندك بقى حته دهنه عايزه تحطيها حطيها، مش عندك ما تحطيش براحتك خالص. هاخد بقى من الصوص او الصلصه بتاعه الطاجن دي كده واحطها على الوش، وادخله بقى الفرن، هيقعد معايا في الفرن حوالي نص ساعه بالظبط. هطلعه بقى بالشكل القمر ده، شايفه الجمال، واللحمه بتاعه بقى دايب دايب مع شويه رز بقى بالشعريه كده. اكله جميله قوي وحلوه قوي وغنيه جدا جدا. في الشتاء ده جربوها، ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه.